السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ واحدة بتقول انا متجوزة واحد وجوزي ده شغال في شركة. جوزي جاب المدير بتاعه البيت، هو راجل كبير، وعرفه عليا بحيث ان هو ايه، يعني راجل كبير وبيحترمه زي والده، وعرفه عليا وان احنا ايه، عيلة مع بعض والكلام ده، وما كانش فيه اي مشكلة خالص. والراجل ده بقى ييجي كتير عندنا البيت، وجوزي يعزمه على الغدا وانا اقعد معاه، وان احنا ايه، عيلة مع بعض. وكان لدرجة ان الراجل ده كمان جوزي كان بيكلمني في التليفون بتاع الشركة، فالراجل ده خد الرقم بتاعي من تليفون الشركة، وبقى هو يكلمني ويسأل عليا. قلت لجوزي ده بيكلمني، ده بيسأل عليا في التليفون وبيكلمني من التليفون الشخصي ومش عارفة ايه. قال لي عادي، ده راجل كبير واعتبريه زي والدك كلام من ده. فانا سمعت كلامه بحسن نية واعتبرت ان هو زي والدي، خصوصا ان انا والدي متوفي وقاعدة في بلد بعيدة عن اهلي ومليش اي حد جنبي. بقيت اكلمه مثلا لو في مشكلة، احكي له، اخد رأيه، والكلام ايه، بقى في كلام ما بيني وبينه، وانا في نيتي ان انا بتعامل معاه كأنه هو والدي. تمام. في مرة لقيت جوزي جايب لي هدية، بيقول لي خدي دي هدية من صاحب الشركة بعتها لك. صاحب الشركة المدير بتاعي بعت لك الهدية دي، الحاج فلان الفلاني بعت لك الهدية دي. افتح الهدية الاقي ايه؟ سامحوني، لقيت حاجة هدوم داخلية. هدوم داخلية. الراجل بعت لي هدوم داخلية مع جوزي. شفتوا البجاحة؟ ولما فتحت العلبة وبصيت لها كده وبصيت لجوزي قلت له ايه ده؟ لما بصيت لها كده وبصيت لجوزي وقلت له ايه ده؟ قال لي لا، ده انا اللي جايبها لك. وعمل موضوع تاني ودخلني في قصة تانية، في حين ان هي قبل ما يجيب لي الهدية الراجل ده كلمني في التليفون وقال لي انا بعت لك هدية مع جوزك. شفتوا البجاحة؟ او جوزي بعد ما يقول لي وفتح الهدية، لا يقول لي ده انا اللي جايبها لك، بيغير الموضوع عشان يمشي اموره. وانا طبعا ما سكتش وقعدت ازعق فيه، وانت ازاي كده سلبي؟ الراجل ده كان بيكلمني في التليفون ويقول لي ما تقوليش لجوزك، هو انت ازاي كده مش واخد موقف؟ انت مش فايق، انت مش واعي للي بيحصل. يقول لي ايه، انت عايزاني اتخانق؟ يعني انت عايزاني اقطع عيشي؟ عايزاني ابقى بلطجي في الشارع؟ وما عملش اي موقف. فدلوقتي انا بين امرين، اتطلق منه واسيبه لان هو اصلا وقع من نظري وما يستاهلش ان انا اعيش معاه. بس انا خايفه، انا مجهزه نفسي، انا اللي مجهزه نفسي بنفسي، واشتغلت وتعبت وشقيت عقبال ما جبت جهازي. خايفه ان انا ما ارجعش تاني، او ان انا ما اتجوزش تاني، او ان انا ما اعرفش اجهز نفسي تاني واعيش لوحدي. ده سنه واحده جواز اللي متجوزاها، سنه واحده، ورجعت وارجع بحاجتي كلها واهد بيتي. انا مش عارفه اعمل ايه، انا مش طايقاه ومش طايقه جوزي، بس في نفس الوقت صعبان عليا ان انا اهد بيتي. مش عارفه اعمل ايه. انتوا قوليلها تعمل ايه، عشان انا اللي هقدر اقوله ادفوا على جوزك. اه والله ادفوا على جوزك الف مره، جوز جزمه ده مش راجل اصلا.